في تحرك بحبه قوي في الكوره الاجانب بيسموه موف اب اواي فروم ديفندر، تقريبا كده يعني ايه بقى؟ صلاح بقى هيقول لنا في اللقطه دي يعني ايه بالظبط. كلنا اكيد عارفين جون صلاح الثاني في روما في الشامبيونز ليج، اهو الجون ده بقى بالنسبه لي احسن مثال للفكره اللي عايز اشرحها. اتفرج على صلاح بمجرد ما فيرمينو قدر يلف بالمدافع، صلاح ضرب سبرنت يمين المدافع على اساس انه هيكمل في الاتجاه ده، عشان بعد كده في فهمته ثانيه صلاح يغير اتجاهه بسبرنت تاني عشان يوهمه ان هيكمل لبره مش داخل لجوه، والمدافع بلع الطعم فراح باتجاه جسمه ناحيه السبرنت اللي فتحه صلاح. واول ما المدافع راح بجسمه ناحيه تحرك صلاح في فهمته ثانيه صلاح غير اتجاهه بسبرنت عالمي وقدرات ذهنيه عجيبه عشان يخلي فيرمينو من واحد مش عارف ياخد قرار الترقيص او يمشي بالكره اكتر شويه لصانع لعب لقى فيرويد فتح لنفسه مساحه فبالتالي اداها لصلاح. وطبعا فينش عالمي من صلاح بتشيب مفيش احسن من كده. اهو التحرك ده مش كتير من لعيبه الكوره بيعمله وعايز قدرات ذهنيه وبدنيه عاليه جدا. والغريب بقى ان في لعيب محلي عمل تقريبا حاجه شبه اللي عملها صلاح، واللعيب ده هو ناصر منسي، والجون ده كان في السوبر الافريقي قدام الاهلي. هتقول لي يا عم اسكت يا عم، ناصر منسي مين؟ هي ناقصه هبل. اقول لك والله انا نفسي ما كنتش مصدق، بس لما وقفت مع الجون لقيت ناصر منسي عمل تقريبا نفس التحرك اللي بنتكلم عليه. لما عمر جابر زاد بالكوره بعد نص الملعب اتفرج على ناصر منسي وهو بيحاول يبعد بالمدافع لجوه منطقه الجزاء. ناصر منسي فضل يوهم المدافع انه رايح على البعيده، وبمجرد ما عمر جابر قرب من منطقه الجزاء اتحرك تحرك عكس ما كان بيوهم المدافع، وبالتالي سبق المدافع ذهنيا وحط الكره في الجون. او التحرك ده بيسموه موف اب اواي فروم ديفندر، او التحرك عكس اتجاه المدافع، انك توهم المدافع انك رايح في اتجاه معين في اقل من ثانيه تغير اتجاهك عشان تسبقه ذهنيا. تحرك من التحركات اللي بحبها في الكوره وبيثبت ذكاء اللاعب. لو عندك امثله ثانيه للتحرك ده يا ريت تقولي في الكومنت، وطبعا ما تنساش في الاخر دعم اخواتنا اللي بيعانوا اشد المعاناه. لايك بقى وفولو، وكان معاك الفيرود، وسلام.